ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن واحد من اغرب الممثلين في التاريخ. يمكن دي تكون اغرب قصه لممثل او اغرب رحله عدت عليا. ازاي قدر يتحول من مدمن مسجون الى ايرون مان؟ I am Iron Man. في بداية الألفينات روبرت داوني جونيور كان مختلف تماما عن البني آدم اللي انت شايفه دلوقتي. كان شخص غير اعتمادي بالمرة، وصعب ان اي حد من المنتجين يقرر يشغله او يشوف له دور، حتى لدرجة ان هو كان بيشتغل ببلاش. انت متخيل الليفل اللي وصل له؟ وكانت السمعة ساعتها انه الواد اللي بيبوظ الافلام، وده كله بسبب ان روبرت كان ليه شوية مواقف كده، يعني مش ألطف حاجة يعني. خلونا نرجع ل 1987، فيلم ليس دان زيرو. كان روبرت ساعتها عامل دور شاب بيحب الحفلات والشرب وبتاع، عامل دور بس دور. ولكن الممثلين لاحظوا حاجه غريبه جدا، ان روبرت في مشاهد الحفلات والشرب وبتاع بيمثل بشغف وبحب مش طبيعي، مجنون حفلات، لدرجه انهم مثلا بعد ما صوروا مشاهد يوم طويل جدا فخلاص بيتعبوا تلقائيا، والمخرج بيقول لك ايه يا جماعه، طب نصور بكره مشهد الحفله. روبرت كان بيجي يقول له لا انا عايز اصور دلوقتي. المخرج يقول له طب يا روبرت نيجي بكره ان شاء الله احنا فايقين كده نعرف نتقن المشهد ونعمله بشكل جيد. يقول له لا معلش دلوقتي انا عايز مشهد الحفله والشرب دلوقتي. مش طبيعي يا جدعان، مش طبيعي. اللي هو بابا ما يخش دلوقتي، بابا هم هيخشوا دلوقتي؟ ايه؟ هيخشوا دلوقتي؟ هيخشوا دلوقتي. عايز تخش انت؟ ما كانش طبيعي. نرجع شويه لقبلها بسنتين، سنه 1985. روبرت كان عضو في SNL، وده احد اشهر البرامج الكوميديه في تاريخ امريكا، وهو عنده 20 سنه بس. كان من ضمن الكاست اللي موجود. عشان اكون صريح معاكم، هو دخل SNL بالواسطه من خلال ابوه روبرت داوني سينيور، يعني مش محتاجه حاجه، هو اسمه روبرت داوني جونيور، هيكون ابوه اسمه ايه يعني؟ وابو روبرت الحقيقه كان عنده سمعه مش طيبه اطلاقا، ما شاء الله الموضوع وراثه يعني. ولكن الناس كانت بتقدر فنه، لو الراجل ده فنان وعلى راسنا كل حاجه، بس احنا ما بنحبوش. واللي بالمناسبه اول ظهور لروبرت في اي فيلم عامه كان من خلال احد افلام والده، فيلم باوند. فيعني فاهم، نقدر نقول ان روبرت طلع بالواسطه يعني. بص عشان اكون صريح معاك، هو ابو روبرت مدمن. والالذ بقى والالطف ان اول تعارف ما بين روبرت داوني جونيور والمخدرات كان ابوه جزء من الاحداث. روبرت قال ان هو كان رايح لابوه الجامعه عادي، لان ابوه كان بيدي هناك محاضرات يعني ليها علاقه بالاخراج والتمثيل وبتاع. فبيقول هو داخل في السكه رايح لابوه، لقى واحد كده قاعد في اوضه ضلمه صغيره وبتاع، ومعاه جوين. هو اللي قال كده انا بره عني، انا زي كابتن محمد صلاح ما بحبش المخدرات. الله الوطن تيتا اليزابيث. المهم يعني ان روبرت بدا مشواره الادماني المليء بالانجازات العظيمه من هنا. روبرت ما شاء الله عليه خد غطس في الادمان لحد سنه 2003، لما قرر يرجع بقى ويفوق لنفسه بقى، ونشوف الدنيا بتقول ايه، عايزين نشتغل بجد ونمثل وبتاع. ولكن ساعتها بصراحه ما كانش حد حابب من الاستوديوهات ان اسمهم يكون مرتبط بروبرت. الرجعه كانت محتاجه شخص معين يؤمن بيك ويديك الفرصه. في 1990 اتعرف روبرت على ميل جيبسون. هو بصراحه ما اتعرفش عليه بس، ده شاركه بطوله فيلم كان اسمه اير امريكا. ميل جيبسون كان عامل دور اخو روبرت الكبير، وطلعوا من بعد الفيلم ده اعز صحابي يعني. المهم بعد 13 سنه من القصه اللي لسه قايلها لك دي، ميل جيبسون هو اللي قرر ياخد الريسك ويدي الفرصه لروبرت داوني جونيور. ميل جيبسون اختار روبرت داوني جونيور انه يكون بطل فيلمه القادم، اللي هو كان اصلا مكتوب لميل جيبسون عشان يعمل دور البطوله، فيلم ذا سينجينج ديتكتيف. الفيلم ده كان اول خطوه في رجوع روبرت على الساحه من تاني، واللي خلاه يعمل بعدها فيلم جوثيكا. وهنا فعلا كل حاجه بدات تتغير، مش عشان اداؤه في الفيلم ولا حاجه يعني، اداؤه كان فاهم اللي هو العادي بتاع روبرت يعني، والفيلم انا شفته كان سيء جدا الحقيقه. ولكن هو في الفيلم ده قابل الشخص اللي غير حياته للابد، سوزان ليفين، منتجه الفيلم والبنت اللي سرقت قلبه، عششت في الحته الجوانيه. روبرت ادى كل الكريدت في تغيير شخصيته للشخص اللي هو عليه دلوقتي لسوزان. قال ان سوزان هي السبب في ان انا ابقى بني ادم احسن. قوه الحب يا جماعه، قوه الحب مش ممكن. سوزان قالت ان هي قررت تتغاضى عن ماضيه يعني عشان بيضحكها. والله زي ما بقول لك كده، قالت كده. الموضوع ما طلعش منتشر عندنا بس، شكله طلع منتشر بره كمان. روح خد ورش ستاند اب كوميدي علشان تعرف تضحكها. المختلف عند روبرت دلوقتي انه بقى عنده شيء مش هينفع يخسره، وهي بصراحه هددته وش كده، قالت له لو ما اتظبطتش فاهم وظبطت حالك معايا وبطلت السكه اللي انت ماشي فيها ديت، انا هبقى بح مش موجوده، هتصحى من النوم مش هتلاقيني. رجعت له نفس الحماس والمسؤوليه اللي كان حاسس بيهم زمان في سنه 1992. الشاب روبرت داوني جونيور في دور تشارلي شابلن. ساعتها العالم كله كان مستغرب، هو في شخص عنده الجرأه والقدره انه يجسد تشارلي شابلن اصلا؟ والحقيقه روبرت ما حاولش يجسد تشارلي شابلن، هو بقى تشارلي شابلن. الدور ده قلب
الدنيا ساعتها في هوليوود. الاعلام والصحافه والدنيا كلها مقلوبه على روبرت. مين الواد ده يا جدعان؟ ترشح روبرت لجائزه الاوسكار عن الدور ده كان المفروض تبقى نقله وتغير حياته للاحسن. ترشيح للاوسكار في بدايه كاريرك كفيل ان هو يغيرك للاحسن اكيد، ويقدر يبقى اول خطوه يحطك على الطريق الصح عامه، ونبدا بقى رحله النغنغه والنجوميه والانجازات. ولكننا جايين من المستقبل وعارفين ان ده ما حصلش. روبرت قال ساعتها ان مفيش احلى من انك تبقى متصور مشاهد في سويسرا وانت لابس بدله شياكه كده قديمه وتتفرج على الطبيعه الخلابه وانت بتتعاطى شويه مشرومز. الله عليك يا عم روبرت، هي دي الدماغ الصح يا جدعان. والله دماغ يا جدعان، هنا في دماغ، حرفيا في دماغ. في 1995 روبرت عمل دور في فيلم هوم فور ذا هوليدايز، ولكن الكاست لاحظوا حاجه غريبه برضو، ان روبرت كان منتشي او هاي اثناء التصوير. والحقيقه ان روبرت بعد الموقف ده انه حضر بشكل مش طبيعي، كان بيتحبس ويدخل مصحه، يتحبس ويطلع من المصحه يعمل تحليل، يتحبس تاني، يخش المصحه المفروض ان هو اتعالج، يطلع ما رضاش يعمل التحليل فيتحبس تالت. فضلنا يخرج ويطلع يخرج ويطلع لحد ما القاضي زي اساسا سنه 1999 القاضي قال له بقول لك ايه يا ابني، خد 3 سنين وما تقرفناش، ما مش هنقعد نخش ونطلع، مش لعب عيال هو، فاهم؟ When we return to the story of Robert Downey Jr., drugs land the troubled actor in prison. Well, Robert's been in a residential program for the last 120 days, so he's been involved in treatment programs. Years he's just going through the revolving door of rehab program and being arrested, which is too sad, such a bright person, and he's not a criminal. في 2006 مارفل اعلنت انها هتنتج اول فيلم لايف اكشن لايرون مان، والسؤال الوحيد ساعتها مين هيكون البطل؟ طبعا كلنا عارفين مين البطل. روبرت للاسف ساعتها كان عنده مشكله واحده بس، ان اسمه مش فاميلي فريندلي خالص. بعد كل المصايب اللي هو عملها دي اكيد الراجل ده مكانه في سجن الحضره، مش يطلع على التلفزيون ولا يمثل في افلام. صراحه هو كان ريسك كبير جدا من جون فافرو، اللي روبرت بيديله الكريدت ان هو اللي خد الريسك ده لوحده. اختيار روبرت ساعتها كان غير منطقي تماما استنادا على كل المصايب اللي احنا حكيناها، ولكن الناس نسيت هو روبرت ده كان ممثل عامل ازاي اصلا. نسيوا ان في 2001 روبرت كسب الجولدن جلوب عن دوره في مسلسل آلي ماكبيل. And the Golden Globe goes to Robert Downey Jr. Ally McBeal. في الوقت ده روبرت كان بيصنف انه الاكثر موهبه ما بين ممثلين جيله كلهم. جاز بصراحه الناس نسيته عشان روبرت اتطرد اصلا من المسلسل بعديها، يعني حاجه بسيطه، اتمسك بمخدرات يعني. طبعا فريق العمل ملوش حق يعني ازاي يمشوه يعني طبعا، ولكن المره دي روبرت كان لازم يثبت قدام الناس كلها ان المره دي غير كل مره. فريق انتاج ايرون مان ما كانش عندهم ثقه بصراحه في روبرت داوني جونيور، يعني هم قالوا لعمنا جون فافرو تمام يا عمنا وبتاع، بس هنعمل له سكرين تيست. وروبرت مسك الشخصيه قبل ما يعمل سكرين تيست وحفظها، جاب اخرها، قال ساعتها ان انا عايز اخش السكرين تيست وبعد ما اخلصه ما يبقاش عندهم شك ال1% ان في اي ممثل على الكوكب يقدر يعمل ده. Da Vinci, ridiculous. I don't paint. I'm gonna get back to work. See yourself out. You remember the door, right? والحقيقه المنتجين بعد السكرين تيست اجمعوا ان هم لو ما اختاروش روبرت في الدور ده اللي هيكون الريسك الحقيقي. وزي ما كلنا عارفين اللي حصل بعد كده، على راي روبرت الباقي تاريخ. ودي كانت قصه الرومنتادا الاعظم بالنسبه لي في تاريخ السينما. روبرت عنده غلطات وحاجات كتير وحشه وغيرها كويسه، يعني بني ادم بعيدا عن الصوره المثاليه اللي بتترسم للممثلين في هوليوود وفي الاخر بنكتشف الجانب المظلم منها. وجزيره جيفري ابستاين خير دليل على الكلام ده يعني. فروبرت شخص له ما له وعليه ما عليه، زيه زيك وزي اي بني ادم طبيعي، عنده تقلبات ولكنه قدر يرجع منها ويقف على رجليه من تاني ويبقى واحد من اشهر نجوم هوليوود حاليا ان لم يكن الاشهر يعني. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون استمتعت بوقتك زي ما انا استمتعت بوقتي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد، وقول لي رايك في الكومنتس لو حابب تشوف النوعيه دي من المحتوى اكتر، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.